السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا على قناتي وقناتكم نخوة كويزين. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نحضروا جميع الجزر او خيزو مشرمل بكويرات تاع اللحم المفروم. تيجي اكثر من رائع، نتمنى تجربوه. تيجي معلك ولذيذ مع الاضافه اللي ضفت ليه تاع اللحم المفروم. كنتمنى تجربوه. بطبيعه الحال غادي ينال الاعجاب تاعكم، غادي يعجب الكبير والصغير. وبقاو معايا ما تمشيو فين حتى تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. كيف ما تشوفوا معايا هنا عندي في مقلاة الخيزو مسلوق اللي ضغطت عليه بالشوكه بحال هكا حتى رجع على هذا الشكل. هنا ضفت ليه الزيت وغادي نضيف ليه طماطم او مطيشه اللي حكيتها بالحكاكه غليظه. وبقاو معايا ما تمشيو فين. غادي نضيف العطريه. وبالنسبه للعطريه هنا عندي الملحه، الكمون، البزار، سكينجبير، الكركم، خرقوم، تحميره او فلفل الاحمر اللي غادي نضيفهم على الجزر. وغادي نضيف عفوا غادي نضيف الثومه. كلك ضيفي الثومه الكوكا. انا عندي هذه الثومه جاهزه بزيت الزيتون. يمكن لك تحطي جوج صوص تاع الثوم. وغادي نخلط الكل جيدا. وغادي نخلي الجزر تاعنا بطبيعه الحال راه مسلوق، غادي نحركوه مزيان. وعلى ما تقرب المطيشه طيب وغادي نضيف كويرات تاع اللحم المفروم. وبقى معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا تتمه التحضير المقيله او الطويجين تاعنا. وهنا كيف ما تشوفوا معايا الجزر او الطماطم اللي ضفت ليه قربت طيب. غادي ندير باش نحضر الكفته او اللحم المفروم. هنا عندي الكفته الكميه تبقى على حسب الرغبه. هنا حطيت ليها الثومه، غادي نضيف ليها العطريه نفس العطريه اللي ضفت الجزر، التحميره، الفلفل الاحمر، خرقوم، كركم، الكمون، الملحه، البزار وسكينجبير. غادي نضيفهم على الكفته. وكاضافه غادي تنضيفها انا دائما تتجي بنينه ولذيذه. معلقه كبيره تاع الموطار. وغادي نخلط الكل جيدا. وغادي نديرهم كويرات صغار وغادي نضيفهم على الجزر. وبقاو معايا ما تمشيو حتى تشوفوا تتمه التحضير. وكيف ما تشوفوا معايا بعد ما طابت المطيشه وكحات من الماء تاعها، وهنا عندي الكفته اللي درتها كويرات غادي نضيفها على الجزر. وبعد ما ضفت الكفته في هذا الوقت يمكن لك تضيفي شويه طربيع مقطع، ما عنديش ما ضفتوش يمكن لك تضيفيه. وغادي نسد عليها ونخلي الكفته طيب. وبعد ما طيب خليكم معايا ما تمشيو فين حتى تشوفوا معايا الطبق النهائي تاع اليوم. وهاد الجزر المشرمل كيف ما شفتوا معايا اللي راه فقتو بالكفته مفرومه. كيف ما تشوفوا معايا تيجي اكثر من رائع. وكاضافه تنضيف انا دائما في الاخير تنضيف خويط تاع زيت الزيتون. كنتمنى تجربوه تيجي معلك ولذيذ. ومبقى لي نقول لكم الا وصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه.